السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم ألف وصفة وصفة. اليوم جيت نشارك معكم واحد الكيك تيجي رائع غارق في الشوكولا ديالو بمكونات بسيطة، ناجح 100%. ممكن تجربوه العيد بكل ثقة. ما نطولش عليكم بالنسبة للمقادير ولا المكونات. غادي نعملو في واحد الميكسور كأس ديال العنبة من الماء ولا اون كاب. بالنسبة لي ميزور انا اختاريت دوك الكؤوس ديال العبار، ممكن تستعملوهم وتستعملوا كأس ديال العنبة. اذا عندي كأس العنبة من الماء، عندي كذلك كأس ولا كاب من سكر سنيدة. غادي نحتاج 4 المعالق مملوءة من بودرة الحليب. غادي نحتاج كذلك 4 المعالق من الكاكاو الجيد، وغنحتاج كأس من العنبة ولا كاب ديال زيت المائدة. وفي الاخير غادي نحتاج كذلك واحد الكيس من سكر الفاني. المقادير كلها غادي نخدموهم في هذا الميكسور حتى غادي نتحصلوا على اون كريم كما كتلاحظوا معايا كتجي على هذا القوام هذا. غادي نقصوا واحد الكأس مملوء من هذه الكريمه وغادي نضيفوا باقي المكونات. بالنسبه لباقي المكونات غادي نحتاج 2 حبات ديال البيض تكون من الحجم المتوسط. غادي نخدموهم غير شويه باش داك البيض يتخلط مع باقي العناصر، وغادي نفرغوا الكل في واحد الانيه. غادي نضيفوا عليهم كاب ولا كأس د العنبه مملوء من الدقيق الابيض. بطبيعه الحال الدقيق الابيض تكونوا غربلتوه مره ولا 2 مرات. وغادي نضيف كذلك 2 خمارات ديال من فئه 8 غرام، يعني 16 غرام ديال خميره الحلويات. الدقيق غادي تضيفوه بالتدريج باش تشوفوا داك القوام ديال الكيك ديالكم. ما خصوش يجي ثقيل وما خصوش يجي خفيف، وهذا هو القوام كما لاحظتوا معايا. انا دخل فيه داك الكاب كله، دخلته ديال الدقيق في الخليط ديالي تيجي على هذا الشكل كما لاحظتوا. غادي نمشيو نفرغوه في المول اللي تيدخل الفرن. بالنسبه لي انا اختاريت هذا المول ديال الزاج، ممكن تختاروا اي مول متواجد عندكم. دهنا بالقليل من الزبده ورشيته بالقليل من الكاكاو باش ما تتبقاش لي ديك الطبقه البيضاء في الكيك ديالي. هنا كما كتلاحظوا تنقادوا الوجه ديال الكيك. غادي ندخلوه للفران يكون ساخن على 180 درجه لمده 20 دقيقه. وغادي نمشيو نحضروا لا كريم. بالنسبه لا كريم احتاجيت فيها ديك الكريمه اللي كنت نقصت داك الكاس ديال الكريم، ضفت عليه علبه صغيره من ياغورت فاني. ممكن تضيفوا حتى الياغورت ديال البنان. هنا كلمسه اخيره انا ضفت القليل من الشوكولا المذابه، الشوكولاط الاسود، حيت بغيت اللون ديال الكيكه ديال الكريم ديالي يجي غامق. هاد الخطوه ممكن تستغناو عليها، تكتفيو غير بداك الياغورت اللي غادي تضيفوه على الكريمه اللي كنا زولنا في البدايه. كما كتلاحظوا معايا شفتوا الكيك كيفاش كيجي ناجح وتيجي يعني طالع كما كتلاحظوا معايا. غادي نتكوه شويه وغادي نفرغوا فيه الكريمه حاولوا تضيفوها على 2 دفعات، يعني كنضيفوا الطبقه الاولى حتى تتشرب الكيك وكنضيفوا الطبقه الثانيه. وزينتو التزيين تيبقى على حسب كل سيده. انا زينتو برقائق اللوز والكيك ديالنا تيجي على هذا الشكل. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم.